بعيش الطيبات، عيش الحبة الكاملة، هنعجنه في البيت ونعمل الحواوشي الاسكندراني بطريقتين: طريقة على البوتاجاز على الطاسة من فوق، وطريقة في الفرن. تمام. عندي هنا اللحمة فيها نسبة دهون 30%. ابتديت احط معاها بصلة كده او بصلتين، مش هنكتر، ونفرمه فرم ناعم جدا البصل. تمام. البصل مفيهوش مشكله، لو مفروم ناعم وبيستوي مع الاكل مفيهوش مشكله خالص، بس ما نكترش. وبعدين مش هنعمل كده على طول. عندي هنا عشان مش هحط فلفل اسود، حطيت شويه من دبس الرمان والملح بس فقط لا غير، مش هحط اي حاجه تانية. هبدا ان انا اعجنها بالشكل ده لحد ما تنعم معايا جدا جدا وتعمل كده خيوط في ايدي. هنزل بقى هنا في بولة كده عميقة بدي الحبة الكاملة. انا عملت كيلو، حابة تعملي نص كيلو او حسب المقدار اللي انت عايزاه، مفيش مشكلة خالص، حسب الكمية. تمام. نزلت هنا على الدقيق بمعلقة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، وهبدأ ان انا احط معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة برضو، ومعلقة كبيرة من الخميرة او كيس من الخميرة. تمام. اللي هي الفورية. نزلت بشوية كده من زيت الزيتون، مقدار نص فنجان، وهبتدي ان انا اعجن بمية دافية. المية حسب العجينة ما تتشكل معايا، لان كل دقيق ليه طريقة يعني. تمام. بدأت ان انا عجنتها كويس بالشكل ده ولمت معايا. طبعا ساعدني في كده الزيت، ببل ايدي زيت وابتدي وادهن الرخامه وابتدي اعجنها كويس، واحطها بقى في بوله مدهونه زيت، وهسيبها واغطيها كده لحد ما تخمر معايا. تمام. خمرت، ما الدنيا حر طبعا، خمرت على طول. طلعتها بالشكل ده، بدأت اقسمها، قسمت معاها قطع كده، العجين كله معايا بالشكل ده. هحطه بقى في صينيه كده واغطيه وهسيبه يرتاح شويه، وهبدا ان انا اخد اللحمه بتاعتي، لحمه الحواوشي، وهبدا ان انا اكورها كده واحطها في الرغيف بتاعي. هبططه كده بالشكل ده، اعمله زي البقجه كده، وهبدا اقفلها كويس واقلبها وابططها بالشكل ده. بس خلص كده معايا الحواوشي في صينيه مدهونه بقى. وهبدا ان انا اسيبها ترتاح شويه بره كده 5 دقايق، وهحطها في الفرن على طول. تمام. بعد ما حطيتها في الفرن هنعمل كده طريقة تانية غير البقجة اللي احنا عملناها، اللي مش هتعرفي تعملي الطريقة دي طريقة برضو سهلة جدا. هتبططي الرغيف كده على الرخامة، وهتبدأي تحطي اللحمة توزعيها وتعملي رغيف زيه تاني، وهتبتدي تحطيه من فوق وتقفليه بالشكل ده، تقفلي الأطراف كويس جدا. ننزل بقى في صينية مدهونة بالشكل ده. وده الرغيف ده كان كبير شوية ما شاء الله، بس حاولي تحطي لحمه كويس لان بتكش في الرغيف من جوه. تمام. في طاسه بقى على الجريل اللي عملتها على البوتاجاز من فوق، برضو الطريقه دي سهله جدا وجميله، وهنقلبه كده فوق وتحت يستوي معانا كويس. هنا اللي طلع اللي في الفرن، شايفين بسم الله ما شاء الله. والصغنن ده بقى بتاع حفيدتي، بالهنا والشفا ليهم. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، وبالهنا والشفا.